مرحبا صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بخير وأنتوا عم تتفرجوا على هالفيديو، ربي يسعدكن. حابة اليوم أعمل صينية فرج على البطاطا، وهي المواد اللي أنا بدي إياهن. شوفوا صبايا، أنا عندي 1.5 كيلو بطاطا، وعندي بصلتين وجزرتين، وعندي 2 كيلو فخات. وطبعا هي التوابل اللي أنا بدي إياهن. ومثل ما قلت لكم المرة الماضية، أنا البصل الأحمر بحبه كتير بالطبخ. وهلا بدنا نبلش بتقطيع الخضرة أول شي. وطبعا أنا غاسلة الفروج منيح، وحطيت ورق زبدة بصينية الفرن، لأنه الصينية عندي ألمنيوم. وهيك قطعت البصل الجوانح، وبدي أقطع البطاطا كمان هيك بهي القطاعة، هيك بيعطيهن هيك منظر شكل حلو. وطبعا الخضرة كمان هي كمان شغلة اختيارية، شو ما بدكم تحطوا جواتها. هي الطبخة انتو حرين حبايبي. وهلا دور الجزر قاسي كتير، بالزور لا تقطع معي، كان بيطير قطع وبجيب قطع. وهيك أنا بس حطيت لها جزرة واحدة، ما حطيت جزرتين. وطبعا هي أكلة سريعة وخفيفة، وكل وحدة فيها يعني مثل ما قلت لكم كلياتكم ستات بيوت وعلى سلامتكم. بس حبيت أفرجيكم طريقة خلود بالطبخ، هي كيف عم تطبخ بالبيت، وهي طريقتي صبايا. وهلا بدنا نجي على التوابل. هي عندي توم مهروس وملح، تقريبا شي 5 6 فصوص التوم. وهي التوابل اللي أنا بدي إياهن صبايا. أنا عندي هي ماجي بودرة ملعقة كبيرة، وملعقة هي وسط كمان زنجبيل، وهي هيل، وهي كمان كزبرة، وهي توابل الفروج. وهي كمان عندي الكاري والكركم أنا حاططهم مع بعض. وهي الدبس الفليفلي آخر شي هلا بدي يضفله. وطبعا حطيت ورق الغار على جنب. وهيك بدنا نحركهم كلياتهم لبين ما الخضرة كلها تتشرب هي التوابل. وكل وحدة إلها طريقتها، وهي طريقة بلاقيها هيك يعني سهلة وبسيطة وما بدها لبكي. بعد ما خلطت الخضرة مع التوابل كلياتها، حطيت الفروج كمان جواته، وبدي هيك أحركه شوي مشان الفروج كمان يتشرب التوابل. وهلا بدي اقيم الفروج، وبدي ارجع احط له تاني يعني مشان بس اجلس الخضرة. بس اجلس الخضرة وحط لها شوية زيت. يعني الطبخة كلها اخذت تقريبا شي نص كاسة زيت، لانه الفروج كمان بينزل منه الدهن وبيصير هيك مسقسق كتير. وطبعا هيك بدي اضبط الفروج فوق الفخاد فوق الخضرة ومع الورق الغار. وبتمنى اللي ما اشترك عنا ويشوف هالفيديو فضلا وليس أمرا يشترك عنا على القناة ويكتب لنا هيك كومنت حلو. ومثل ما قلت لكم صبايا، أنا حطيت تقريبا شي نص كاسة زيت، وبدي غطيه بالقصدير. والفرن عندي حامي على درجة 200، وضفت له تقريبا شي نص كاسة مي، وهي شغلة اختيارية كمان مشان يصير فيها شوية مرقة. وبعد ما هيك غلفناها بالقصدير، بدنا نحطها مو بالبراد، بالفرن. وهلا هيك حطيناها بالفرن، وهي صار لها تقريبا شي نص ساعة بالفرن. بس يا صبايا، أنا بهدلت الفرن اللي عندي من كتر ما الدهن كان مسقسق وطرش من هيك من حواف القصدير. الفرن عندي صار بهدلة. شوفوا صبايا كيف ما شاء الله، شوفوا على المنظر. والفروج استوى. هلا بدنا نقيم القصدير من على الصينية، وبدي عليه شوي لفوق مشان يتحمر من فوق كمان، والطبخة بتكون عنا جاهزة.
ما شاء الله. هلا هيك عليت الصينية شوي لفوق. هو أنا ما بحمر على الوش كتير، ما بحب اللحمة هيك تصير قاسية كتير. شوفوا الصبايا، هي المرحلة الأخيرة بعد ما طالعته من الفرن. ما شاء الله وتبارك. عن جد الطعمة كان طيبة كتير وكله مستوي ما شاء الله. وبتمنى يعجبكم الفيديو، والله يسعدكم ويعطيكم ألف عافية لأنكم كملتوا الفيديو على الآخر.